عملت الجمبري في الكيس الحراري شكله وطعمه حكاية، تعالوا أقول لكم عملته إزاي. أول حاجة في بولة حطيت بصل جوليان، فلفل ألوان، توم، شريحتين ليمون، ملح وبابريكا وتوابل سمك، وحطيت كمان هوت صوص وده اختياري بالنسبة لكم، تقدروا تحكموا فيه لو عايزينه سبايسي أو نص نص، بس هو عامة بيدي أصلا طعم الجمبري خطير. بعد كده قلبت كل الخضار ده مع بعض علشان ياخد من شرايح الليمون وكمان من الهوت صوص. الجمبري اللي استخدمته كان تقريبًا 600 جرام، الحجم الكبير تقدروا تختاروا حجم وسط زي ما تحبوا. حطيت الجمبري على الخضار وكمان sweet corn كده قطعته 3 قطع وحطيته معاها. قلبت كل ده مع بعض كويس جدًا لأن هو ده اللي هيدخل في الكيس الحراري، وبكده مش هنقلبه تاني أبدًا، هي التقليبة دي بس عشان كده بأكد عليكم تقلبوه كويس جدًا. الكيس الحراري ده موجود في أي هايبر ماركت كبير هتلاقوه بسهولة. حطيت بقى فيه كل الحاجات دي كده مع بعض وقفّلته بالقطعة اللي جاية كمان معاه، وعملت فيه فتحات بالسكينة، وقبلها كنت مسخّنة الفرن على درجة حرارة 180 تقريبًا ربع ساعة بالضبط، وكان جاهز والجمبري مستوي. طبعًا هنعرف من لون الجمبري هيتقلب للون أورنج وروايحه بقى هتملى البيت. أهم حاجة بعد ما يطلع وتفتحوا الكيس خلّوا بالكم من البخار. قدّموه بقى مع رز صيادية أو أي رز تحبوه. عايزة أقول لكم إن الsweet corn اللي فيه ده طعمه أحلى من الجمبري أصلًا. الوجبة دي يا جماعة بجد خطيرة، لازم تجربوها وenjoy.